السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مسوانا ومسواكم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. اللهم بارك لنا في وقتنا. اللهم امين اللهم امين يا صديقي اللهم امين. بص يا صديقي، في الوقت الحالي انت بيدور في ذهنك كده بعض الاسئلة المهمة، والله اللي لازم انا اطلع اجاوبك عليها عشان يهدأ بالك كده ويرتاح وتنتبه في مذاكرتك يا صديقي. بعض الاسئله اللي بتدور في دماغك اللي لازم تدور، ولو ما دارتش انت فيك حاجه غلط. اول سؤال: هي الامتحانات بتيجي من بره المنهج؟ الامتحانات بجد جد كده بتيجي من بره المنهج؟ طب هل الاسئله اللي انا بحلها سواء مثلا في الفيزياء او الكيمياء بيجي اسئله يعني نفس الافكار دي، ولا زيها ولا اقل منها شويه؟ يعني الامتحان، جو الامتحان ده بيكون عامل ازاي؟ برضو هل انا حليت السنه اللي فاتت اسئله يعني من مصادر معينه وجت في الامتحان مماثله ليها؟ يعني باذنك انت يا الله هعرفك على المصادر اللي جه منها في الامتحان تقريبا ربع الامتحان. مش هقول لك ربع الامتحان اسئله جت مماثله بالظبط اللي انا حليتها، والربع التاني من الامتحان اسئله حليتها بس متغير فيها مثلا مطلوب. يعني مثلا هو كان المصادر انا حليتها، جه مثلا كان عايز مطلوب شدة التيار، في الامتحان جه لا انا عايز مثلا المقاومه. انت فاهمني؟ فده الربع والربع. يبقى نص الامتحان باذنك انت يا الله هعرفك على المصادر باذنك انت يا الله اللي انا حليت منها وجا منها تقريبا نص الامتحان. والنص التاني بقى يعني استنتاجات، يعني انت بتحل كده كميه الحل اللي انت حليته طول السنه دي، هو بقى بياخد لك ايه؟ يعني التريكات اللي انت خدتها والافكار اللي انت يعني حليتها بالاضافه لفهمك للماده، هو بقى بيركز على النص التاني من الامتحان. النص التاني من الامتحان، وعشان تبقى عارف النص التاني من الامتحان هي الاسئله اللي بدرجتين. هي الاسئله اللي بدرجتين تقريبا. عندك من السؤال رقم واحد للسؤال رقم 33 درجه واحده، من 33 او 34 لحد 45 بدرجتين. باذن الله اعرفك على تقسيمه الامتحان وده كله في الوقت ده، في الوقت بتاع المراجعه النهائيه وكل حاجه. فوظيفه الفيديو ده باذن الله عشان بس ما تتوهش مني هجاوبك: الامتحان بيجي من بره المنهج؟ هل الامتحان فعلا بيجي من بره المنهج؟ الاسئله اللي انا حليتها او المصادر اللي انا حليت منها وجي منها بنسبه كبيره جدا في الامتحان. فتابع الفيديو باذن الله، ولو انت ما عملتش اشتراك انزل اعمل اشتراك ويلا بينا. اول حاجه جاوبك الامتحان. بالنسبه لصعوبه الامتحان، بص، في الامتحان زي ما الوزير محدد ان في شويه صعب وفي شويه سهل والدنيا دي، اقول لك بقى بالظبط اللي حصل معايا في الامتحان او الاسئله كانت عامله ازاي في الامتحان. بص، مفيش حاجه اسمها الامتحان بيجي من بره المنهج. الامتحان كله من عندك في المنهج، ولكن هو بيركز على بعض الاجزاء المهمه، بعض الاجزاء اللي محتاجه تفكير. فانا عايزك يا صديقي يعني اجابه للسؤال اللي هو بيقول هل الامتحان بيجي من بره المنهج؟ لا، لا الامتحان ما بيجيش من بره المنهج. هنعمل استثناء بسيط في امتحان الاحياء. امتحان الاحياء كان اصعب امتحان ثانويه عامه انا مريت بيه 2024. تمام؟ فامتحان الاحياء الصراحه بيطلع من بره المنهج. الصراحه بيطلع من بره المنهج. حتى في سؤال اللي هو مش عارف، بيقول لك اذكر عدد العظام تقريبا، هو مفروض صفر، طلعت واحد تقريبا او حاجه زي كده، مش فاكر السؤال. ولكن ده من بره المنهج، مش عندي، يعني مش عندي اهو وجيت. فانا عايزك تطلع بمخيلك شويه في الاحياء، تحل كتير قوي. لو قابلك سؤال من بره المنهج خده اعرف فكرته. فالامتحان بيجي من بره المنهج؟ لا، الامتحان بيعتمد على كتر حلك، فهمك للماده كويس جدا جدا جدا. لذلك بقول لك افهم الماده، افهم الماده، افهم الاول وبعدين حل. تمام؟ بالنسبه للاحياء عايزك تركز عليها وتحل عليها كتير جدا جدا جدا. نيجي بقى للسؤال التاني اللي هو بيقول الامتحان بيجي كله صعب ولا كله سهل ولا كله متوسط؟ لا، الامتحان عندك تقريبا 10 اسئله بالظبط، 10 اسئله اللي هم او 8 اسئله بدرجتين، مش فاكر كام عدد السؤال بالظبط، ولكن بيتراوح من 10 ل 8 اسئله بدرجتين. دول اصعب اسئله في الامتحان. اصعب اسئله في الامتحان الاسئله اللي بدرجتين. لذلك بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على فهمك للماده وحلك برضه. فانا عايزك تفهم كويس جدا جدا جدا. جدعان، الثانويه العامه فهم. ما تقوليش بقى انا هبصمج الاسئله زي ما احنا بنعمل في الكليه عندنا دلوقتي، هنبصمجها ويجي لا. فانا عايزك تفهم وتحل كتير، هتخش باذن الله تقفل. مش صعب اللي تقفل، انا قفلت الحمد لله. مثلا الانجليزي ده يعني حليت كتير عليه، وجي سؤالين تقريبا من اولى وثانيه ثانوي.
باذنك انت يلا برضه هنزل لك الاسئله وكل حاجه باذن الله ننزلها لك على التليجرام. فالفكره يا صديقي، الامتحان 10 اسئله مثلا صعبين، يعني مثلا تقريبا برضو 7 8 اسئله متوسطين، والباقي بقى ايه اللي هو تحت المتوسط بشويه. فالفكره في الامتحان كله انا عايزك اللي تعرفه في الامتحان ايه، ان لو انت عايز تقفل فحل كتير. في ناس بتقفل، في ناس كتير مقفله. انا نقصت درجتين في الفيزياء ومش عارف، مقفل مواد كتير ونقصت درجه ودرجتين، بس الاحياء صعبه. فالاحياء صعبه عشان كده مش وقعتني لوحدي، وقعت معظم طلاب الثانويه العامه زي اللي بيقول لك ركز عليها. المهم، السؤال رقم 3 بقى اهم جزئيه في الفيديو، الجزئيه الجايه. ايه المصادر اللي انا حليت منها السنه اللي فاتت وجي منها تقريبا نص الامتحان؟ اول مصدر عندي وهي النماذج الاسترشاديه. بص، حوار النماذج الاسترشاديه ما نزلناش السنه اللي فاتت للاسف، ولكن انت لو جيت تبص على مثلا امتحان ثانويه عامه 2023، بص على النموذج الاسترشادي اللي نزل السنه اللي نزل في سنتهم، هتلاقي امتحان نموذج 2023 جه تقريبا 10 اسئله او 8 اسئله من نفس النماذج الاسترشاديه، يعني نفس الفكره بالظبط جه في الامتحان بتاعهم. فالنماذج الاسترشاديه مهم جدا 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 جدا، بتنزل قبل الامتحان تقريبا بشهرين، فدي لازم تركز عليها باذن الله، وتكون حاطط في دماغك دلوقتي ان النماذج الاسترشاديه لها اولويه. تمام؟ فدي اول جزئيه، النماذج الاسترشاديه مهمه. طب ده انا حليت النماذج الاسترشاديه بتاع كل السنين من اول 2020 لحد 2023، بالدور الاول بالدور الثاني بالنماذج الاسترشاديه، كله حليته في ليالي الامتحان والمراجعه النهائيه. وبرضه اقول لك الدنيا هتمشي ازاي معاك برضه في المراجعه النهائيه، ما تقلقش. فانت لو مش عامل لي اشتراك انزل اعمل اشتراك يا صديقي. طب تاني مصدر معايا، احنا خلصنا النماذج الاسترشاديه، تاني مصدر معايا اللي هو كتاب الامتحان. كتاب الامتحان مهم جدا جدا، يعني بص المواد كلها في المراجعه النهائيه انا كنت جايب فيها كتاب الامتحان مراجعه نهائيه، ما عدا الصراحه كيمياء، ويا ريتني جبت كتاب الامتحان بتاع الكيمياء، لان تقريبا كان يعني صديقي اللي هو كان ماشي معايا في اللجنه يعني قال لي في مسالتين جيهم من كتاب الامتحان. فبرضه هات كتاب اللي خلي كتاب الامتحان له اولويه عندك في المراجعه النهائيه. طب ده كله في المراجعه النهائيه يعني. طب انا عايز حاجه احلها في الوقت الحالي. بص هقول لك اللي تحله في الوقت الحالي، انا قلت لك نماذج استرشاديه ده كله بينزل في اخر السنه. رقم 2 قلنا كتاب الامتحان مراجعه نهائيه برضه في اخر السنه. طب بنك المعرفه في ناس كتير يعني نصحتني بيه، بس الصراحه ما جربتوش. فلو عندك وقت وخلصت كميه الاسئله دي خلاص خش عليه. اهم حاجه بقى السنه اللي فاتت والمهمه جدا جدا اللي انا حليتها في كل المواد، جريده الجمهوريه. جريده الجمهوريه مهمه جدا جدا جدا، والله العظيم جه منها امثله بالنص في امتحان الفيزياء. فانت دلوقتي في الاجازه اهوت ممكن تحل منها دلوقتي، هي متقسمه على كل باب، يعني كل باب كده موجود عليه بعض الاسئله، ودي يعني اللي بيحطها مستشارين الماده هم اللي بيحطها. تقول لي هتجيبها منين؟ هقول لك باذنك انت يا الله في مراجعه النهائيه كده كده انا هنزلها لك، ما تدورش وقتك مهم، فانا هنزلها كده كده قاعد فاضي اهوت، او انتوا اهم مني حرفيا في الثانويه العامه وكده، الكليه هنجح، لكن انتم عايزين تحققوا حلمكم. فباذنك انت يا الله خش عند جروب التليجرام، هتلاقي الرابط في اول تعليق باذن الله او في وصف الفيديو. باذنك انت يا الله اول ما تيجي المراجعه هنزلها لك اول ما تنزل على طول. ولو انت برضو عايز تحل في الوقت الحالي، عندك وقت وعايز تحل من جريده الجمهوريه، هتقول لي في الكومنتات انزلها لك باذن الله برضو على جروب التليجرام بتاع السنه اللي فاتت. وجريده الجمهوريه انا حليت منها في كل المواد حرفيا، لازم تحلها، لازم لازم لازم. فاحنا قلنا اول مصدر النماذج الاسترشادات اللي بتنزلها الوزاره، رقم 2 كتاب الامتحان، رقم 3 جريده الجمهوريه مهمه جدا، رقم 4 اللي هو بنك المعرفه. مش عايزك تأثر في الحاجات دي كلها والاربع مصادر دول، والله العظيم ما طلعش منهم نص الامتحان، يعني نص الامتحان تقريبا جه منهم. كتاب الامتحان برضه تركز عليه قوي قوي قوي، يعني بدرجه كبيره، وربنا يوفقنا ووفقكم باذن الله. ما تنساش ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها يا ربي لا تفرج. ما تنساش يا صديقي تعمل اشتراك، انزل اعمل اشتراك، انا قاعد اهو، انزل اعمل اشتراك يا عم بقى، انزل اعمل اشتراك واللايك بتاعك. ما تنساش تخش برضو جروب التليجرام بتاعنا، وباذن الله استنوا فيديو الانجليزي، هنخلص لكم 7 وحاجات بتوع الانجليزي دول، الانجليزي اللي معقدك دهوت انا قفلته،
والله العظيم من سنه اولى، من اولى ابتدائي لحد ثالثه ثانوي الحمد لله كنت قافل انجليزي. باذن الله هعمل لك سلسله فيديوهات كده لو انتم مهتمين يعني عن الانجليزي باذن الله. وبكره باذن الله يا رب هنزل لك التفاصيل بتاع الكورس بتاع الانجليزي اللي هو ينزل كده كده مجانا على اليوتيوب. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.